بطلنا النهاردة مش بطل عادي، لكنه بطل من ورق. مضحكاتي الليلة هو رامي جشوع. ايه؟ رامي جراله ايه؟ ايه اللي حصل له؟ ايه ده اسم يعني اسمي رامي جشوع، مؤلف سينمائي. رامي جشوع أو النجم الجميل ممدوح عبد العليم في فيلم بطل من ورق اللي قام بإخراجه نادر جلال سنة 88. بيلعب دور سيناريست شاب بيحاول إنه يلاقي فرصة علشان يعمل فيلمه جديد، فبيودي المسودة بتاعت الفيلم لمكتب آلة كاتبة عشان يطبعه، بس الورق بيقع في إيد مريض نفسي اسمه سمير، واللي بيتقمص شخصية بطل الفيلم وبيقرر ينفذ السيناريو ويعمل الجرائم اللي كتبها قشوع. تعرفني كويس، أنا بطل فيلمك الأخير ساعة الخطر. مش سمير، أنا مجدي زي ما أنت سميتني في الفيلم. رامي لما بيكتشف اللي حصل بيحاول يبلغ الصحافة والسلطات، لكن للأسف الشكوك بتحاوطه، فبيقرر بمساعدة الصحفية المتهورة سوسن عبد السلام إنه يحاول يوقع سمير ويبرأ نفسه. فيها ايه بس يا استاذ رامي لما يكون حد معاك اثناء حدوث الحادث؟ لاني عايز امنع وقوع الجريمه، وحضرتك عايزاها تحصل. كل اللي يهمك انك تكسبي سبب صحفي وبس. مضحكاتي الليلة مش كوميديان، لكن في عدد قليل من أدواره نجح إنه يعمل الكوميديا كأفضل كوميديان في الدنيا، وده بيثبت إننا قدام موهبة كبيرة جداً في مجال الفن اسمها الرائع دائماً ممدوح عبد العليم.